وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين. تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريق دمعا على طلال ولا أريقت لذكر البان والعالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنان مثل البهار على خديك والعنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عدتك حالي لا سري بمستترين عن
بني الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محوتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عني العذال في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح الشيء في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأس غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غواية
وتناهيها كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأضرب العيسى حاد العيس بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. الفاتحة أن الله ييسر لنا ولأحبابنا أبدا في كل لحظة من هذا المجلس وما قبله وما بعده وفي كل لحظة أبدا أزلا وأبدا زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وسائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين، ويحضر لنا أرواحهم الطاهرة وما يسره لسائر سيد المرسلين ولزائر الأنبياء والمرسلين ولزائر سائر الصالحين السابقين والموجودين والآتين إلى يوم الدين، وما يسره لسائر المصلين وما يسره لأهل مجلس الذكر ومجلس الذكر أبدا، وأهل الخلوات والجلوات والزيارات والتهجدات والحضرات وأهل الصيام والقيام، ويجعل فيها لنا من الحسنات والبركات والرحمات والنفحات ما في مجالس العلم والذكر وسائر أنواع العبادات والأعمال الصالحات، ونيابة في كل ذلك عن أحبابنا أبدا وعن الصالحين وسائر المخلوقين، وقضاء لكل ذرة لكل فرد لكل ذرة من كل خطرة وطرفة يترف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علم الله كائن أو قد كان أبدا سرمدا في كل ذرة من ذرات الوجود وخلقه، ويثيبنا على كل ذرة من أعمالنا وأعمالنا وعاداتنا وعباداتنا ثوابه لسائر الصالحين على أعمالهم وأعمالهم وجهادهم ونياتهم، ويزيدنا من فضله في كل لحظة أبدا ما هو أهله، ويجعلنا من خواص جلسائه أبدا. ونوينا في هذا المجلس وما قبله وما بعده لنا ولأهلنا وأحبابنا ما نواه الصالحون أو ينوونه وما ناله أو ينالونه من الخيرات في مجالسهم وفي أعمالهم وأعمالهم وخلواتهم وجلواتهم ومشاهداتهم ومناجاتهم وزياراتهم، وما علمه الله من نيات صالحة ونيابة عن نبينا وأحبابنا وعن سائر المسلمين في ذلك، ونوينا في كل ذرة من ذراته وفي كل ذرة الزمان والمكان كل ذلك بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الفاتحة لرضا الله تعالى بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازولي وإلى أرواح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن كلبان سقاف والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن مسلم الطاس والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب أبو بكر بن الحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن مسلم الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب محمد بن حسين بن عبود والحبيب علي بن محمد بن عبود والحبيب عبد القادر
بن أحمد أسقف جدة، والحبيب علي بن جعفر العدروس، والحبيب أبو بكر بن أحمد باقي، والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي، والحبيب أحمد بن سالم عدروس، والحبيب علوي بن سالم عدروس، والشيخ محمد بن علوي المالكي، والشيخ عباس بن علوي المالكي، والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، وكيعي عبد الحميد، والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري، والحبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ أبي بكر، وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا بقراءة دلائل الخيرات على ما نرواه وأسلافنا وجدادنا ورجالنا وشيوخنا وعلى ما نواه الحبيب سالم بن عبد الله الشاتري، والحبيب زين بن إبراهيم سميت، والحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، والحبيب عمر الجيلاني، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم، وعلى هذه نية وكل نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بأسمائك الحسنى، ونسألك بأسماء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دلائل الخيرات، ونسألك ونتوسل بأوليائك. Alhamdulillah, alhamdulillah para hadirin, para habaib, para hadirin, para hadirat, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mampu jika menghitungnya. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberi umur ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap kita masih diberi keimanan kepada Allah di hati kita. Masih kita dalam keadaan beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih tetap kita menjaga ikatan batin kita, ketaklukan kita kepada baginda Rasul dan para wali-walinya Allah, dan kita masih diberi rizki hadir di majlis yang penuh barokah ini. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin, dengan harapan tentunya. Pertama, harapan yang kita harapkan dengan wasilah sholawat, ya Allah meridhoi sisa hidup kita ini, mendapat ridho Allah, mendapat pandangan daripada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita diselamatkan sampai di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga dengan wasilah sholawat kita berharap Allah memudahkan apa yang menjadi kesulitan kita, hajat-hajat kita ya, baik itu hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Juga kepada semua pihak yang ikut membantu majlis ini, yang menyebabkan adanya majlis ini, semoga dijadikan amalan-amalan yang dapat menggembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol para hadirin ya, apa yang menjadi hajat-hajatnya dengan diutarakan di dalam hati, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan dengan wasilah sholawat Allah ijabai, Allah segerakan ya di hati masing-masing. Tafadhol di hati masing-masing. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam,
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari bersama-sama kita baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sambil kita pegang dada kiri kita dengan tangan kanan kita. Kita berharap kepada Allah berkat doa Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, luaskanlah hati kami, lapangkanlah hati kami, bersihkanlah ya Allah dari hati kami berkat sholawat yang akan kami baca dari segala macam sifat-sifat prasangka-prasangka buruk kita. Prasangka buruk kita kepada Allah, prasangka buruk kita kepada baginda Rasulullah SAW, prasangka buruk kita kepada para guru-guru, para masyayikh, juga prasangka buruk kita kepada sesama hamba Allah. Mudah-mudahan berkat sholawat Allah bersihkan dari hati kita. Juga kita berharap berkat wasilah sholawat Allah bersihkan pula dari hati kita penyakit-penyakit syaitan, ya, penyakit hasud, iri hati, dengki, ujub, merasa paling sempurna, merasa paling kuat, merasa paling kaya, merasa paling alim, merasa paling ahli ibadah. Semua ini hadirin tipu daya syaitan, maksiat hati yang lebih berbahaya daripada maksiat zahir, menyimpan rasa dendam, tidak mau memaafkan saudara kita. Hada na'udzubillah. Mudah-mudahan berkat sholawat yang kita baca Allah bersihkan dari hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yassir li amri, Allah mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah. Urusan duniawiyah kami, keruwetan kami, kesulitan kami. Berkat wasilah sholawat berikanlah kemudahan-kemudahan. Juga akhirat kami ya Allah. Istiqomahnya kami menghadiri majlis-majlis zikir, majlis taklim, majlis sholawat. Jadikanlah kami hamba-hamba yang lebih baik, sehingga jika datang ajal kami nanti, kami di dalam kebaikan sehingga mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيد جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد الموصي جل جلاله المبدع جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المتقيم المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله
الوريث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد سيدنا أحمد سيدنا حامد سيدنا محمود سيدنا أهيد سيدنا واحد سيدنا ماهي سيدنا هاشم سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا شهيد سيدنا الرسول سيدنا النبي سيدنا الرسول رحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قيم سيدنا جامع سيدنا متقف سيدنا متقفي سيدنا الرسول الملاهي سيدنا الرسول الراها سيدنا كامل سيدنا عكلل سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا نجيم الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسول سيدنا موتي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منجي سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا معلوم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شهيد سيدنا سعيد سيدنا مسعود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نادر سيدنا منذر سيدنا النور سيدنا شراط صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصباح سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا ناجي سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا عفي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا الحق سيدنا قوي سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا الكريم سيدنا مكرم سيدنا مجيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا مؤمل سيدنا وصول سيدنا ذو القوة سيدنا ذو الرحمة سيدنا ذو المكان سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا مقدم الصدق سيدنا الرحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا قياس سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدي الله سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذو الله سيدنا شفيع الله سيدنا حزب الله سيدنا جم شاكب سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا متقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا عجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو طاهر سيدنا أبو طيب
سيدنا أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا الشفيع سيدنا الصالح سيدنا مصلح سيدنا مبين سيدنا صادق سيدنا مصدق سيدنا الصادق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا قائد العز المجاهدين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا بر سيدنا وهجي سيدنا سيف سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وكيل سيدنا متوكل سيدنا كافي سيدنا شفيع سيدنا مقيم السنة سيدنا مقدس سيدنا الروح القدس سيدنا الروح الحق سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافي سيدنا متكفي سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا شاف سيدنا وزي سيدنا رسول سيدنا سابق سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الجنة سيدنا علام الإيمان سيدنا علام اليقين سيدنا دلال الخيرات سيدنا مصيب الحسنات سيدنا مكيب العثرات سيدنا مشوف عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا مخصوص العز سيدنا مخصوص المجد سيدنا مخصوص الشرف سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب الشيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإنزال سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرسالة سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المعراج سيدنا صاحب الولاء سيدنا صاحب المعراج سيدنا صاحب الغزو سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا صاحب البرهانة سيدنا صاحب البيان سيدنا فتيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا الرؤوف الرحيم سيدنا ذو الخير سيدنا شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكونين سيدنا عين النعيم سيدنا عين البر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا خاتم الأمة سيدنا العلام الخداء سيدنا كشيف الغرب سيدنا رفيع الرتاب سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا رب جاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنتي والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك وتقبلها مني بفضلك وإحسانك وعزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجة النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya dibaca sesuai kitab hari yang dipegang masing-masing dengan bersuara. بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعانا بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرمياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجراه والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد ملء أرادك وصل على سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد زنة عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرت من سماواتك إلى الأرض كم يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما يسبحك ويهللك ويكبر ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم
ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد رياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجم السماوات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد من الأرض مما حملت وقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالق فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء سبع بحارك، وصل على سيدنا محمد زينة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأراضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل من ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ضراب المياه العذابة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وضميرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حافظات الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى من القيامة في كل ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها وما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى من القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعطي سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سألك أعطيته. اللهم وعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلغ حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، وأنت ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلاء
وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لوالدي ولوالدين وأهلنا وأحبابنا في الإيمان من المذنبين الخاطئين الضعفاء وأن تتوب عليهم إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق ما حملك كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم على النهر فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعب فذلت وعلى ماء السماء فاستكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسولك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعاتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبلك أن تكون السماء مبنية والأرض مدوحية والجبال مرسية والعيون منفخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصى اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد كل قدرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقدر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحي من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد قطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه من يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد فاتك آياتك وفاتحتك ونفاته والملائكة وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب وأنت ولي والهوى وعد الوحوش والآكام من مشارق ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عد ما أظلم عليه لا يشرك عليه النار من يوم خلقت الدنيا من قبل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربعين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عد ما صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عد ما لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول وصل على سيدنا محمد
محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم أحد من أصحاب المرسلين اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولنا في الدين سبولنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا. Yang belum selesai diselesaikan, yang sudah selesai halaman 142. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam. Ya rahmatullah, inni khaifun wajil, ya ni'matullah, inni muflisun ani, walaysa li amalun alqal alima bihi, siwa mahabbatika al-udma wa imani, fakun amani min syarril hayati wa min syarril mamati, wa min ihraqi juzmani, wa kun ghinaya alladhi ma ba'dahu falasun, wa kun fakaki min aghlali isyani, tahiyatu samadil maula wa rahmatuhu ma ghannatil burku fi awraqi aghsani, alayka ya urwatil wusqa wa ya sanadil awfa, wa man madhuhu ruhi wa raihani. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul. Bismillah hadrat ya Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa usulihi wa furu'ihim wa masyayikhihim, anna Allah yatakhasha bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Melanjutkan pengajian yang sebelum-sebelumnya sampai kepada pembahasan nasihat dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menganjurkan bahwasanya wa alaika biada'il faraid wajtinabil maharim. Habib Abdul Haddad ngajari setelah kemarin diterangkan mengenai masalah akidah atau gimana keyakinan yang tepat itu, sekarang diajarkan oleh Habib Abdul Haddad seyogjanya seorang manusia ini harus menjaga, mengerjakan fardu-fardu dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga ngelakonin fardu ben ngejauhin bareng-bareng saya haram lagi. Ini satu paket. Sampean ndak mau sama barang haram tapi ndak mengerjakan fardu, ndak bisa. Fardu tok ing bareng haram tetep kelako percuma. Wal iktsar minan nawafil, dan juga penting iktsar banyak ngelakonin an nawafil, sunat-sunat salat, sunat amalan sunat yang lainnya. Fa innaka sampean in fa'alta dzalik, kalau mengerjakan itu tadi, mengerjakan fardu, menjauhi haram, memperbanyak sunat, mukhlishon liwajhillah, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, hasal ta'ala ghayatil qurbi, itu akan menyebabkan sampean mendapatkan sangat dekat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuli'at alaika khil'atal mahabbah, dan akan dihiaskan. Sholatnya dijaga, fardu-fardunya tambah sunat. Itu dalam segala hal. Itu ulama ada yang menerangkan perkara buruk dan perkara tidak baik ini akeh macamnya. Di antaranya apa? Neraka. Kon jogo salat atau itu kon neraka. Yang paling agung neraka. Di antaranya apa? Urusan melarat dunia. Kesulitanmu di dunia melarat bakal dijauhkan kalau kamu menjaga salat. Jadi salah mau beda orang juga rezekina melarat, dunia melarat, terus dia itu mencari wasilah yang lain, itu salah kalau enggak sholatnya dijaga dulu. Mon bojo ngekadek sih tak congok, aduh entar desak, entar ziarah atapah, ziarah ke Sunan Ampel, atapah petong areh, moca ini, moca waqiah ngadep ke borok. Aduh ini terus, sholatnya enggak dijaga. Kon tirakat di Sunan Ampel, ngaji sak ngono nih, sholat maghrib telat. Allahu Akbar, aduh eman rek, kari loro rek, biasanya sak lungguan ping 7, kon moco si oleh 6 kari 1, adzan ndak langsung sholat, salah, sholatnya jogon, beres segala urusanmu. Wa'mur ahlaka bis sholah, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, katanya Allah. Suruh sholat, keluargamu itu suruh sholat, wastabir terus lakonono. La nas'aluka rizqan, kami ini tidak ngurus rizkimu itu seperti apa, saya tidak akan nanyakan itu, katanya Allah. Nahnu narzukuk, kon sabar ngelakoni sholat di Joko, nahnu narzukuk, aku sing kate ngurus kok, jarene pangeran. Ruwet, utangnya gak lunas, aduh nyari syarat desa, hadir manakiban sana, bagus, itu semua amal bagus, sholatnya Joko. Nabi ku dewe, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, Nabi itu ngomong, ju'ilat qurratu aini fis shalah, yang Allah jadikan sesuatu diantaranya yang membuat hatiku tenang, sholat. Tiruan. Uang paling sugih Kanjeng Nabi, uang sugih ku duduk uang sing akeh dunyane. Sampean duwe dunya, penghasilannya sampean sedina iku 1 miliar misalnya, ndak sugih ku. Uang sugih ku sing duwe dunya akeh tapi enggak arep yang dunya iku sugih. Ndak terpengaruh. Nabi ini lahu mafatih, Allah itu memberi kepada Kanjeng Nabi kunci langit dan bumi, mau diapakan saja seluruh isinya apa jadi Kanjeng Nabi. Gunung Uhud itu mau dijadikan emas bisa, Gunung Uhud ya jadi emas. Kepemilikannya Kanjeng Nabi itu duduk emas 1 kilo, Gunung Uhud itu sekali ketek jadi emas bisa, tapi ditolak. Lah ini kaya orang boto ada kesempatan besar tapi ditinggalkan, ini sugih baru.
Sampai dua-dua MM-an ngetokno 100.000 abot, miskin, uang paling miskin sak donya iku. Apa abot di atine lah. Itu. Lah itu Nabi Muhammad ngomong apa? Sudah orang yang kaya seperti itu, sudah istimewa seperti itu apa? Sehingga aku tenang mek siji, ju'ilat qurratu aini fi shalah, salat. Jadi Nabi itu kalau sumpek kan Rasulullah SAW idza hammahu amrun. Kalau Nabi itu sumpek ketimpan kesusahan, Nabi itu dapat susah apa? Biasanya Nabi itu mengerjakan 3 hal. Yang sering dikerjakan Nabi biasanya kalau sumpek, Nabi itu wudu, mari wudu langsung sholat, 2 rakaat, sholat mutlak, wudu Allahu Akbar. Usolli sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sampai bisa niat yang lain, usolli sunat taubah, usolli sunat hajat, pokok sholat mutlak 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat, mari kus dungo. Itu yang sering dikerjakan Nabi. Dan lagi Nabi itu sering biasanya kalau sumpek itu nyekel jenggote. Kayak sumpek Nabi itu menang jenggote dingin mikir kok mikir. Sampean kan guk cetak mon sumpek aduh cetak itu gua aduh budak bitawi cetak. Jadi gua cetak yu mon sumpek yu. Nah itu. Terus Nabi itu kalau sumpek biasanya baca Zikrul Jalalah, la ilaha illallah. Zikrul Jalalah ada bacaan khusus atau umum? La ilaha illallah. Eling yang pangeran. Sumpek aduh dak remare utang tak remar aduh ngerema anak mari pes tak endi aduh terus. Ya tak remare sampeyan jadi. Sebutan sing duwe donya, sing duwe dhuwit, sing duwe harta semua ini sebutan eling jadi gitu. Katanya Allah, enggak usah macam-macam, ente pengen dekat sama Allah. Ini caranya. Jauh kerjakan fardu, jauhi haram-haramnya. Perbanyak mengerjakan sunatnya. Diajarkan oleh Habibul Haddad, sambungo yang pangeran, mbek sambungo yang Kanjeng Nabi, kerjakan sunnah-sunnah. Ini kunci. Habib Abdullah Al-Haddad ini, Habib Abdul Haddad ini ya. Sultanul Aulia, rajanya wali, 30 tahun jadi wali. Jadi rajanya wali 30 tahun, Masya Allah. Beliau tuh ada salah satu keterangan yang menerangkan bahasanya, di antara kebanggaan yang beliau banggakan apa? Bukan bangga beliau tuh banyak karangannya, banyak muridnya jadi wali-wali besar, itu apa? Di antara kebanggaan beliau, alhamdulillah Allah jadikan saya, katanya Habibul Haddad, sebelum saya meninggal saya sudah mengerjakan sunnahnya Kanjeng Nabi 100%. Bangga awake sunnah Kanjeng Nabi ku iso dilakoni akeh iku sing disenengi. Masya Allah. Ada Habib Abdul Haddad. Nah, itu. Baru kalau sampai ngerjakan itu sampai dekat sama Allah. Lha cedek yang pangeran disayangi sampai enak kabeh uripe iku. Pengin uripe enak, salate enggak kena, ndak ngaji, enggak nyang masjid, ndak wiritan, ndak istighosah, enggak sholawatan, ndak pengajian. Pengin uripe enak, ndak kira enak wong koyo ngono iku. Akeh duwe, enggak cedek nyang keapian, banyak uangnya, banyak hartanya. Anaknya ganteng-ganteng, enggak cedek nyang keapian, sumpek uripe, sumpek. Enggak bisa. Al-Imam Al-Antoki, ada salah satu imam ahli sufiyah, Masya Allah, ahlillah, wali min awliyaillah, itu pernah ditanya, ya Imam, syaka, ada satu muridnya yashtaki, sambatan, ya apa, atiku ini sumpek, ruwet, ya apa. Apa kuncinya supaya hati saya itu tenang apa? Guribhu mimman yudzakir, bawalah hatimu itu kepada orang yang membuatmu ingat kepada Allah. Cedek yang ulama, cedek yang ustadz, ngaji yo. Baru nomor 2, bacalah Al-Quran. Kok bisa Al-Quran nomor 2? Al-Quran ini mukjizat loh, kalamullah. Kenapa? Kok efeknya kalah dengan duduk dengan ulama? Sampean tak takoni saiki. Sampean lek poso ngaji Ramadan tadarus Al-Quran kan ya? Sampean lek poso ngaji kan tadarus Al-Quran ya apa enggak? Darusan Injil apa Al-Quran? Ngaji Al-Quran kan ya? Hatam sekali, 2 kali, 3 kali. Ono sing nangis tak tepak ngaji ku. Ada tak sampean tepak tadarus Al-Quran, tepak giliran sampean ngaji, sampean maca Al-Quran nangis, ono ta? Gak ono. Surat kiamat sing diwaca. Surat kiamat ki isine azab, siksa. Kadang sing ngaji loro, sing ndek jopo sing ngelilingi panganan luwih akeh timbang sing ngaji ndek jero. Ya apa ndak? Ngaji dalam maca surat kiamat, luar ngakak kambi rokokan, kambi ngakan kudu guring, kambi ngobrol. Kok iso? Al-Quran ini loh. Terus perbandingan satunya, sampean datang ke majelisnya salah satu kiai, salah satu habaib, salah satu ustadz. Waktu itu diterangkan sama kiainya ayat yang isinya ayat azab.
Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Satu ayat diterangno, bahwasanya diterangno ada satu ayat tuh yang berbunyi di antara azab yang paling ringan di neraka itu nanti satu ayat diterangkan. Azab yang paling ringan di neraka itu orang itu engkau bakal dikuliti hidup-hidup, dagingnya dihancurkan sampai rontok semua. Setelah rontok semua Allah tumbuhkan lagi. Setelah tumbuh lagi dikuliti mana, dihancurno mana. Badalna juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Itu apa tujuannya Allah gitu kan? Supaya dia itu sangat merasakan pedihnya azab. Nah, sampai teko yang majelis ustaz diterangno siji ayat ngernyeng ati wedi ya Allah. Cek sumpek aduh. Bandar selamat. Satu ayat tapi ngereseng yang atine sampean gara-gara apa? Cedek yang wong sing duwe ilmu. Cedek yang apa? Mimman yudzakir, orang yang membuatmu ingat ke akhirat, ingat kepada Allah. Kalah sama sampean ngaji satu juz tak paham apa. Ngaji yang ulama ngrungokno siji ayat Allah itu. Makanya manfaatnya lebih besar duduk dengan ulama daripada sampean sering membaca Al-Qur'an. Ngaji yo yang ulama ayo maca Al-Qur'an apik. Sampean saiki ngaji Qur'an mbek san rasane sowean endi saiki? Mbok ibu rompon manjek mulai jam berapa, Bu? Mulai jam 6 jam petok sampai jam berapa? Jam 11. Apa saya kebentak sabar kambi matun iku apa sing diomongi? Sholawatan ta. Allahumma sholli ala Muhammad ngono ta? Ono ta? Ya ono sing maca sholawat munjiat Allahumma sholli ala sholatan tunjina. Ono sing meneng ta? Meneng kambi majek kambi neneng colon. Tak sanrasan. Beda. Tade. Saya kebentak monta ae pak oreng sanrasan ria bentak apa? BLT bantuan aduh. Bentak ria aduh. Habib malu mau ngaji kereng Habib aduh kebentar ada remah jajal tojuk mari bejeng zuhur tojuk biriten kuat berapa jam sampean assalamualaikum meneguk tasbih aja nyala kuat berapa jam insyaallah kuat 2 jam keng melekok bener biriten ngedeh assalamualaikum meneguk tasbih can tibi maca sholawat 1000 kita mari seputeran lah ngedeh sampai jam 3 aduh cek sekejap bekto bener-bener kejap bekto matana sampean banyak bilan itu sanrasan mancuk re panas loh kambi nokeng sanrasan nyaman mun tak sanrasan brek jangan mancuk kambi ngerasain orang mancuk Allah nyaman dari Timor ke Borok dari Borok boleh ke Timor muter boleh ada orang si andik sabene coba banyak boleh